بعد ما انتهت مباراة الاهلي وحرس الحدود، واللي قدر النادي الاهلي ان هو يخطف فيها 3 نقط مهمين قوي، هكلمك على الموضوع ده قدام. ياسر ابراهيم وهو خارج لقى ان مروان عطية اختاروه وهو نجم الفريق، او اسف هو راجل مان اوف ذا ماتش، هو راجل المباراة. فلما تشوف الفيديو ده وتشوف ياسر ابراهيم وهو طالع منفعل وبيتكلم على الراجل اللي رايح يسلم الجايزه لمروان عطيه، بيقول له ازاي وبتختاروها ازاي وبناء على ايه بتحددوها والكلام ده، واتلقطت والحاجات دي اتصورت، او الفيديو ده اتصور لياسر ابراهيم. لا، ده يثبت لك ان في مشاكل، فعلا في مشاكل كبيره قوي جوه الفريق. اللعيبه بتنافسن على بعضها. انت النهارده ياسر ابراهيم هو طلع واعتذر بالمناسبه وقال مبروك لمروان، وانا ما كانش قصدي على مروان بالتحديد والكلام ده، ولكن كان باين قوي في الفيديو ان انت لما بصيت على مروان انفعلت. كان باين قوي في الفيديو ياسر ابراهيم النهارده كان يستاهل. ياسر ابراهيم من حقه ان هو يطمع بان هو يكون مان اوف ذا ماتش، هو عمل كذا تدخل كويس قوي في اخر المباراه، ولكن في الاول وفي الاخر دي جايزه مش هتضيف كتير، دي جايزه راجل المباراه مش اكتر. واحنا عارفين ياسر على ايه، يعني انا وانت عارفين ان ياسر رجوله، وعارفين ان ياسر مش بيبخل باي نقطه عرق على النادي الاهلي، ودايما لما بيبقى موجود بيبقى ليه بصمته جوه الملعب. فالتصرف ده من ياسر غريب، يثبت لك ان فعلا في حاجات كتير. ضيف على كل ده بقى ان انت النهارده ياسر بيطلع يعتذر، وبعد ما كان كابتن وليد صلاح الدين قال ان اي حد يستخدم السوشيال ميديا فهيتوقع عليه عقوبه. فهل ده بالاتفاق مع كابتن وليد صلاح الدين، ولا هل هيبقى في عقوبه وهيبقى في مشاكل في الايام اللي جايه؟ طيب شكل مروان عطيه مع ياسر ابراهيم هيبقى عامل ازاي في الملعب، وهيتعاملوا ازاي، خاصه بعد ما انت طلعت وانتقدت اختياره مان اوف ذا ماتش قدام الناس كلها وكلنا شفنا الفيديو؟ فحاجه غريبه. ولكن الاهم بالنسبه لي وهو ان النادي الاهلي قدر يخطف ال3 نقط النهارده. 3 نقط مهمين قوي بيخلوك تنط للمركز الرابع قبل ماتش القمه اللي هو يبقى ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي قدام الزمالك. فان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه حته ان احنا نشوف الاهلي بيرجع من تاني يخش في الصداره مع الزمالك. ماتش الزمالك هيبقى مهم قوي، ولكن في غيابات كتير قوي قوي قوي. في سلبيات كتير ممكن تتكلم عليها، على اداء واختيارات وتشكيل والتغييرات نفسها كمان بتاعه كابتن عماد النحاس. ولكن بص على قائمه الغيابات هتلاقي ان في لعيبه كتير قوي، بتتكلم على حوالي 8 او 9 لعيبه من اللعيبه الاساسيه كلهم مصابين، وكلهم بعيد عن التشكيل الاساسي وبعيد اصلا عن قائمه ال 18. ولكن الفوز اهم، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، 3 نقط مهمين قوي.